هنا راكم عارفين على حساب الدفاع على المطالب ديالكم العادله والمشروعه والكرامه ديالكم، وكنجتهدوا كلكم كتوفوا واحد الاتفاقيه جماعيه لهاد الاخوان ديالنا اللي كيديروها. ظروف العمل جد قاسيه، الاوضاع الماديه ليست في المستوى ديال ما تقومون به، ثم الجانب الاجتماعي راكم كتعيشوا. قرارات قانون الجماعات وزاره الداخليه عملته على صعيد الوطن. حنا قلنا بواحد المجموعه ديال القرارات تنفيذيه الى غير ذلك. دابا بغينا ندخلوا بواحد المرحله اخرى، وهي اننا الطعن لدى المحكمه الدستوريه على الشق ديال سميتو اللي قررنا مزيان من سميتو السي الحمراوي اللي هو اللي شكرا للسيد الامين على طبيعه الحال الرعايه الخاصه بالمجلس الصحفي. كاين عده مشاكل صراحه السيد الامين العام اللي كنعانيو منها كرما اللي كنخرجوا ميدانيا، بالاضافه لما قلتم حول الاكراهات الماديه والاكراهات داخل كل منبر. هناك اشياء اخرى من جملتها غادي نعطيك ما يسمى بالقانون الداخلي اللي كان وزاره الداخليه عطاته على سبيل الاستئناس باش كاع الجماعات المحليه، يعني كانوا المجالس البلديه والمجالس القرويه والمجالس الجهويه والمجالس الاقاليم والمجالس ديال العملات والغرف، كله مشى لهم هذا القانون على اساس انهم يستانسوا به واللي يبغوا يصيبوا القانون الداخلي ديالهم. جرت العاده في السابق على اننا حنا اللي كنا عارفين ان القانون الداخلي بالنسبه لواحد الهيئه ولا جمعيه هو كيخص الجمعيه في شؤونها الداخليه، وبالتالي ما خصوش يكون عنده تعارض مع الدستور ومع القوانين المنظمه للبلاد. فملي بدات العمليه ديال المصادقه على القوانين الداخليه بدينا كنحصلوا على بعض النسخ، لقينا على ان هذا القانون الداخلي لا يتحدث بتاتا عن قطاع الصحافه وكيفيه تنظيمه، وخصوصا حينما يتعلق الامر بالدورات العلنيه اللي كتكون دوره علنيه. فاجرت العاده على انه ملي كنسمعوا دوره علنيه اللي خصنا هو ان الجسم الصحفي بالمنابر يدخلوا يكونوا رسميين، ممكن كاع هما يطلعوا البطائق ديالهم على اساس انهم فعلا ممثلين ديال الصحافه وتكون عندهم حريه ديال التغطيه. في القانون الداخلي ما فيه حتى شي حديث يتكلم عن الصحافه، الا وحنعطيك واحد البند اللي كان تمرر، هو كان خرج من وزاره الداخليه على اساس انه الماده 43، لكن من بعد جميع الجماعات في المغرب كلنا واش نسمع. انا غنعطيك كيفاش جاء في اعمال الوسائل السمعيه البصريه للنقل والتسجيل وتصوير المداولات العلنيه للمجلس، وذلك بطلب من رئيس المجلس وبعد موافقه اغلبيه اعضاء المجلس. يعني هذاك شي حاجه اللي هي ديالنا، واحد الحق المكتسب هو اننا ندخلوا نغطيو وتكون المهنيه، ما بقاش مع هذه الماده 43 اللي ولا اننا خصنا نمشيو عند الرئيس ونطلبوه ونزوقوه، وربما نوعدوا اننا غادي نخدموا لاجوندا ديالو في التغطيه، ولا عاد ممكن نحصلوا على هذا الترخيص. اكثر من ذلك الى كيف تبعتوا معايا السيد الامين العام موافقه اغلبيه اعضاء المجلس، بينما اذا تبعتي كاع القوانين كامله البنود تتحدث عن اعضاء الحضور، اغلبيه الحضور. هنا كيتكلموا على اعضاء المجلس، يعني حتى لو كان النصاب غير مكتمل وتم انعقاد الدوره العلنيه ما عندكش حق، لان ما عندكش اغلبيه ديال اعضاء المجلس باش تقلب عليهم في الديور. في جماعات اخرى وصل بحال مثلا كنظن في عين حروده، في الجماعه ديال عين حروده يتم الحديث عن المنع الكلي، وإذا اقتضى الامر اللجوء للقضاء، معناه انه اذا مشيتي صورتي ولا سجلتي ممكن يتابعوك قضائيا في بعض المناطق. اذا وبالتالي ولا الوسيله الوحيده اللي بقى عندنا دابا الان هو ان الحضور للدورات، وعوض يعطونا الملفات وخلينا نتبعوا ولينا ممنوع منا، وهي دورات علنيه. بينما حنا السيد الامين العام حنا كنطالبوا حتى بالدورات السريه خاص الصحافه تحضر، لان شنو هو السبب اللي غادي يخلي ان الصحافه ما تحضرش الا اذا كان المضايقات اكراهات شي حاجه. هذه ممكن توقع على صعيد المجتمع المدني، اما بالنسبه للصحافه كتجي كدير خدمتها، وهذوك الناس كيناقشوا الشان العام وكيناقشوا الفلوس ديال العموميه، وبالتالي خاص الحضور ديال. عندي غير واحد التوضيح قبل ما تكمل، باقي مشروع قانون ياك
لا تصادق عليه تصادق عليه تعطى الجامعات لا غير بلاتي لازم الدواليب البرلمانيه هذا الخمس الاولى غير قول لي أنا باش في نكمل الصورة. هذا قانون داخلي تم دار في الرفوف ديال وزارة الداخلية في قسم الجماعات المحلية والتعطل اذا ما دارش من الدواليب ديال ني ديكرينيا وما يمكنش يدوز على السيد الامين العام. علاش؟ لان هذا قانون داخلي يهم تلك مثلا جمعيه ملي كدار وفق قانون اساسي منظم، ولكن بامكان اعضائها يديروا قانون داخلي. هاد الناس داروا سيت ريغلومون انتيريور ديالهم فوالا خاص يكون وفق شكون اللي صدقات عليه وزاره اللي دارته وزاره الداخليه عطاته من اجل الاستئناس. هذا ما تقول. داكور. لكن حتى حنا كنعتبروا انه كاين تواطؤ، لان ملي الداخليه تعطي واحد القانون داخلي اللي كاين دابا غير بلاتي مرحبا حنا واش دخل حيز التطبيق ولا دخل في جميع الجماعات. داكور شوف كنبغي وحده باش نهنيكم على العنايه ديالكم بهذا المحور، وبلا ما نزيد نفصل الحق في المعلومه ياك الا بغاو الديمقراطيه وبغاو الشفافيه ديال المداولات وبغاو ديمقراطيه حقيقيه، وهي خص المداولات تعرف لدى الناخبين من خلالكم نتوما اللي ديروا لي ما بين هاد المنتخبين وما بين المواطنين والجمهور. السريه ديال المداولات اش من سريه يمكن ليها تكون؟ ما كاينش. كاين الشأن تدبير شؤون المواطنين وخصها تكون علنيه. فكما قلتي هذا كيحرم الجسم الصحافي من المعلومه، وحتى هذاك الفصل اللي داروا يمكن هذيك يمكن ها الناحيه القانونيه اش فيها، ومن بعد موافقه الرئيس والموافقه ديال الاغلبيه ديال كذا. هذا يعني انهم كيضربوا الاستقلاليه ديال الصحافه وديال التعبير. الا بغى الرئيس كما قلتو يقول لك واخا خصو يدير تعاهدوا بان غادي تدير ليه الاشهار بان غادي تكون دير عمل صحفي ماشي مستقل، دونك تدجين العمل الصحفي لصالح جهه. وهذا لا يخدم حتى الديمقراطيه في بلادنا، لا يخدموها اخلاقيات المهنه والمطالب ديال الاخوان ديالنا، وكطالبوا كونفونسيون كوليكتيف ديال المهنه ديال كل شيء. دونك نتوما واحد ان كور اورغانيزي احسن منهم. الاسبوع المقبل هانتوما 4 الحوايج: رساله لوزير الداخليه لان المشكل بوليتيك ونبقى غنقدوها ونسيطوا افيك لا كريديبيليتي وغتكون على الكورغراسيون. المشروع ديال سؤال كتابي وشفهي على حساب ديسبونيبيتي الاخوان. ليتود اللي قالت لكم الاخت العمري باش يكونوا بريفين نتوما هما المعلمين ملي تكون المناقشه تحضروا معاهم اون طونك كونسيي تكنيك. الا بغاو شي استشاره تقول له هاك، و ميم طول الخلفي يشوفكم يعرفكم وزيت لي ديريجون دو سو سيكتور اديلتي. ومع بهنيس الاسبوع الجاي المحامي ديالنا بور ليتود عطيوه الملف ويشوف اشنو هي مصلحتكم، واش نديروا دعوه ولا ما نديروش. وبه الاعلان. شكرا.